السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو ديالنا ان شاء الله غادي نبدا معكم فيه لي طرافو ديريجي. اوكي، سيري نيميرو 1 ديال تيرمو شيمي بالنسبه للفيليير اس ام بي 1 اس ام سي 1، ويقدروا يخدموه معنا يعني حتى لي زوتر فيليير اللي عندهم هذا الموديول. دونك اول حاجه غادي نحاول نبداو بها هو ليكزارسيس نيميرو 1. دونك غادي نخلي لكم هاد لا سيري في لاباج ديالنا في الفيسبوك، يمكن لكم تيليشارجيوها تما وتحاولوا تخدموها معايا، مفهوم؟ وهنا غادي ندير معكم لا كوريكسيون وغادي نحاول نشرح لكم باش تكونوا قادرين ان شاء الله تجاوبوا على هاد لا سيري بوحدكم باذن الله. دونك اول حاجه كنلاحظوا في هاد ليكزارسيس 1، sachant qu'une mole de gaz parfait occupe à 0 degré Celsius et sous une pression d'une atmosphère, condition normale, un volume égal à 22,4 litres, calculer la valeur de la constante R des gaz parfaits. يعني قال لك علما أن عندنا واحد المول ديال الغاز بارفي، يعني الغاز المثالي، occupe à 0 degré Celsius، يعني كاين في درجة ديال 0 degré Celsius، وكاين يعني في واحد لا بريسيون ديال اون اتموسفير، يعني واحد اتموسفير لا بريسيون ديالو كتساوي واحد اتموسفير، كونديسيون نورمال. ان فوليوم ايغال ا 22,4 لتر، يعني والحجم ديالو كيساوي 22.4 لتر. مطلوب منا اننا نحسبوا لا فالور دو لا كونستانت ار دي غاز بارفي. اول حاجه بهاد لي زونيتي، يعني لتر atmosphère par mole Kelvin، من بعد en joule par mole Kelvin et en calories par mole Kelvin. باش تكونوا قادرين تجاوبوا على هذا التمرين يعني خاصكم تعرفوا بعض الاساسيات اللي هي يعني ليكواسيون ديتا ديال غاز بارفي، هذه ضروري خاصكم تكونوا عارفينها، زائد تكونوا عارفين كيفاش ديروا لي زونيتي باش نخدموا مزيان. يعني غادي نحاول نخلي لكم فرصه باش تحاولوا تجاوبوا بوحدكم، اللي عارف فكره كيفاش يدير فيه يجاوب يعني يجاوب بوحدو، عاد من بعد يشوف لا كوريكسيون. كنتي ما عندكش فكره كيفاش تبدا، دونك غادي نحاول نشرح لكم يعني القواعد الاساسيه، نعطيكم واحد الرابيل على القواعد الاساسيه اللي غادي تحتاجهم باش تجاوب على هذا التمرين من بعد الفاصل، مفهوم؟ دونك كما قلت لكم يعني نخلي لكم شويه ديال الوقت تحاولوا تجاوبوا نتوما الا قدرتوا تجاوبوا راسكم. كان عندكم شي اشكال يعني بغيتي واحد الرابيل راه نخليه لكم من بعد الفاصل، يمكن لك تستعن به يعني عاد من بعد جاوب. دونك على بركه الله نشوفوا الرابيل ديالنا. نديرو هنا ان رابيل. دونك القاعده اللي كتهمنا خاصنا نكونوا عارفينها كاملين، اللي هي ليكواسيون دي غاز بارفي، ليكواسيون ديتا دي غاز بارفي اللي كتكون كتساوي P فوا V est égal N R T. Avec P c'est la pression, V c'est le volume, N nombre de moles et R c'est la constante des gaz parfaits, T c'est la température. بالنسبة لي زونيتي ديالهم هذه هي فاش كيتلفوا يعني الطلبة بزاف. كاين عندنا P تقدر تكون بالاتموسفير و V كتكون باللتر، N غتكون عندنا يعني بالمول، و لا تمبيراتور غادا تكون بالكيلفين، فهم؟ كتكون بالكيلفين، يعني الا كانت عندك بالسيليسيوس خاصك تحولها انت للكيلفين. وبالنسبه لا كونستانت ديالنا R نديرو شي كولور يكون باين مزيان، كيكون باش يعني هاد جوج الا ديناهم لهاد الجانب غادي تعطينا اتموسفير فوا لتر ديفيزي بار
مول كلفين. متفقين؟ دونك هذه هي اللي مطلوبها منكم في السؤال الاول. خاص باش تلقى هاد الكونستانت ار بهاد لي زونيتي، خاص هادو كلهم يكونوا بهاد لي زونيتي ديالهم. صافي لا بريسيون خاصها تكون بالاتموسفير، الفوليوم خاصو يكون بالليتر، نومبر دو مول بالمول، او لا تمبيراتور بالكلفين. ايضا كاين عندنا بالجول. يعني حنا الا بغينا نتلاقاو هاد الكونستانت ديالنا ار، بغينا نتلاقاوها باش بغينا نتلاقاوها بالجول، يعني فوا مول موان زان. مول موان زان يعني بحال قسمنا، بحال درت هاد الطريقه ديال القسمه، فوا كلفين موان زان، يعني بجوجهم كاينين في المقام. هنا كاين الجول. اشنو غادي خصنا؟ غادي خصنا هاد لا بريسيون تكون اون باسكال، و الفوليوم كيخصو يكون اون متر او كوب. صافي. الا كان عندك الباسكال فوا متر او كوب غادي يعطيك الجول. هادو هما لي زونيتي الاساسيه. بالنسبه للمول راه غيبقى اكي بالمول، لا تمبيراتور غادي تبقى عندنا بالكلفين. مفهوم اش كنقول هنا الشباب ياك؟ يعني واضح هادشي. بالنسبه للكالوري، يعني الا بغينا نتلاقاو اون كالوري، يعني فوا مول موان زان فوا كلفين موان زان، كاينه واحد العلاقه بين الجول والكلفين. باردون، يعني كاينه واحد العلاقه بين الجول والكالوري اللي هي واحد كالوري كيساوي 4.18 جول. اوكي. دونك هذه واحد القاعده اللي غادي تحتاجوها باش تجاوبوا. يعني ملي غادي تلقاو لينيتي ديالكم ولا لا فالور ديال لا كونستانت ار ان جول فوا مول موان زان كلفين موان زان، غادي خصكم تحولوها اون كالوري. يعني غادي تطبقوا غير القاعده الثلاثيه اللي كنتو كتقراو. صافي. القاعده الثلاثيه هي اللي غتطبقوا باش تجاوبوا على الكيستيون الثالث. دونك هذا هو الرابيل ديالنا، هادشي هو اللي غادي تحتاجوه كحاجه اساسيه باش تجاوبوا على ليكزيرسيس نيميرو 1. دونك نخلي لكم شويه ديال الوقت، يعني حاولوا ديروا محاوله ديالكم، من بعد غادي نشوفوا لا كوريكسيون اونصومبل ان شاء الله. على بركه الله نشوفوا لا كوريكسيون ديالنا دابا. دونك اول حاجه غادي خصنا نديروها هي ناخذوا المعطيات الاساسيه كما قلنا. يعني علما انه عندنا واحد المول، اون مول دو غاز بارفي، دونك ان غادا تكون كتساوي، دونك هنا من اهم المعطيات اللي عندنا اللي هي ان كتساوي 1 مول. تري بيان. الحاجه الثانيه اللي كاينه عندنا اللي هي يعني هاد الغاز بارفي اوكوب ا 0 دوغري سيلسيوس. دونك هذه عباره عن تمبيراتور. غادي نكتبوا هنايا تمبيراتور تي est égal 0 دوغري سيلسيوس. الا بغينا نحولها اون كلفين غادا تكون هي يعني 0 دوغري بلس 273,15 est égal اللي غتبقى هي ميم فالور. اوكي. اللي هي 273,15 دوغري كلفين. دونك هذه هي باش غادي نخدمو. بالنسبه لهذه ديال لي مول، يعني اصلا مقاده في لينيتي ديالتها كما شفت معكم في لي غابيل. حاجه اخرى كاينه عندنا ايضا، يعني كاين سو اون بريسيون دون اتموسفير، يعني كاين تحت الضغط ديال واحد اتموسفير. غادي نكتبوا هنا لا بريسيون كتساوي 1 اتموسفير. مزيان. هذه حتى هي نقدروا نخدموا بها في الاول كما كنلاحظوا. وكاين عندنا معلومه اخرى اللي هي لو فوليوم. دونك كما كتلاحظوا معايا هنايا le volume égale à 22,4 litres. دونك غادي نجيو لهنا ونكتبوا الفوليوم ديالنا كيساوي 22,4 لتر. ça marche مزيان. دونك
غادي نطبقوا يعني نخدموا بهاد بالقاعده تاع غاز بارفي، يعني ليكواسيون ديتا دو غاز بارفي. on a P fois V est égal N R T. Alors la constante R est égale P fois V divisé par NT. اوكي، يعني خلينا هاد لا كونستانت هادو هما اللي ديناهم حطيناهم في المقام. دابا غادي نديرو غير لابليكاسيون نوميريك، مي قبل لا نديرو لابليكاسيون نوميريك خاصنا نتاكدو يعني من لي زونيتي ديالنا. كنلاحظوا لا بريسيون كاينه بالاتموسفير دونك مزيانه، فوليوم كاين بار لتر، نومبر دو مول كاين بالمول، و لا تمبيراتور كاينه بالكلفين. وهما طالبين لينا في الكيستيون ديالنا خاصنا نديرو لتر فوا لاتموسفير فوا مول موان 1 كلفين موان 1. دونك هما هادوك لي زونيتي ديالنا. في لابليكاسيون نوميريك غادي نطبقو نخدمو بهاد الارقام ديالنا. عندنا 1 فوا 22,4 divisé par 1 fois 273,15. دونك نديرو لابليكاسيون نوميريك ديال هاد الرقم نشوفو شحال غادي يعطينا. 22,4 divisé par 273,15. اوكي مزيان. دونك نلاحظوا الجواب النهائي اللي عطانا هو 8,2 ولا 20 fois 10 à la puissance moins 2. واليونيتي اللي غتكون اكيد اللي هي اتموسفير فوا لتر باغ مول كيلفين. وهذا هو الريبونس ديالنا تاع اول كيستيون. يعني باين، نتمنى تكونوا فهمتوا معايا الطريقه، راه بسيطه. نشوفوا بالنسبه يعني السؤال الثاني اللي مطلوب منا فيه اننا نحسبوا هذه المره. باش مطلوب نحسبوا بالجول باغ مول كيلفين. دونك هاد الجول قلنا الا بغينا نحصلوا عليها خاص يكون عندنا لا بريسيون فيه يعني الباسكال، وبالنسبه الفوليوم خاص يكون فيه المتر او كوب. فهمتوا اش قلت لكم هنا الشباب ياك؟ يعني كما قلت لكم الا بغينا لونيتي ديال هذا الكونستانت ار تكون ان جول باغ مول كيلفين، غادي خصنا حنا البريسيون تكون بالباسكال والفوليوم يكون بالمتر او كوب. دونك هادشي اللي غادي نحاولوا نديرو دابا. بالنسبه للكيستيون يعني بي كاين عندنا لا بريسيون كتساوي 1 اتموسفير واللي كتساوي 1,013 fois 10 à la puissance 5 باسكال. الحاجه الثانيه اللي خصنا حتى هي نحولوها اللي هي الفوليوم. الفوليوم كيساوي يعني 22,4 لتر. الا بغينا نحولوه لمتر او كوب يعني غيكون هو 22,4 fois 10 à la puissance moins 3 متر او كوب. دونك هاد الجوج هما اللي كيهمونا دابا. مزيان. واحد الكيستيون كيجيني من بعض الطلبه يعني على حساب هاد الفوليوم. اوكي، كاين اللي كيتلف هاد كيفاش يدير التحويلات. الا بغيتي دير كونفيرسيون دونيتي ديال من لتر المتر او كوب يعني راه غير واحد الجدول كنتو قريتوه يعني في الابتدائي. يعني عندنا هنا متر او كوب كاين حداه ديسيمتر او كوب اي سنتيمتر او كوب. نترسيو هنا الجدول ديالنا. دونك هذا الجدول بما انه ديال يعني مكعب يعني غنقسموه على 3 ديال الخانات. هنا حتى هو نفس الطريقه وهنا حتى هو نفس الطريقه. دونك اللتر فين كنديروه؟ اللتر كنديروه يعني في الديسيمتر
مكعب. دونك غيكون عندنا هنا نكتبو كاع باللون الاحمر، غيكون هنا عندنا فيه اللتر، كاين حداه الديكاليتر وهنا الهكتوليتر، هنا كاين عندنا ديسيليتر سنتيليتر المليليتر. مزيان. دابا نحاولو نديرو كونفيرسيون. عندنا 22,4 لتر، دونك ها هي 22,4 لتر. اوكي، بغينا نحولوها ان متر او كوب، يعني شنو غادي نديرو؟ غادي نزيدو لي زيرو، يعني غنزيدو زيرو هنا زيرو هنا ونديرو فيرغول، وهاد الفيرغول غنحيدوها. دونك هذا هو الجواب ديالنا ان متر او كوب. غير دابا حنا هاد الكتابه ما كنكتبوش بحال هكا 0.02224، يعني كنحاولوا نكتبوها بطريقه ديال اكريتور سيونتيفيك، كتابه علميه. دونك اللي غادا تكون هي نقدروا نكتبوها ب 22,4 فوا 10 على بويسونس موان 3، ولا نديرو ديك مثلا 2 بكتابه علميه بالضبط هي 2,24 فوا 10 على بويسونس موان 2 متر او كوب. يعني كنخليو غير واحد الرقم يكون محصور من بين 1 و 10. فهم؟ هذيك هي ليكريتور سيونتيفيك، يعني كما كتلاحظوا اللي هي هادي. دونك هنا لا بويسونس كما قلت لكم 2 باش تبان لكم مزيان هنا او كوب. دونك فقط هذه كغومارك، يعني ردوا ليها البال وصافي. اللي عنده تساؤل فيها راني جاوبتو عليها. دابا غادي نحاولوا نديرو l'application numérique. Donc, on a la constante R est égale P fois V sur NT. Nous dirons l'application numérique. Alors, la constante R est égale 1,013 fois 10 à la puissance 5, à dire Pascal, fois 22,4 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 1 mol fois 273,15. ملي غادي تحسبوها يعني غادي تخرج لكم 8,31 جول بار مول كيلفين. هذا هو الريبونس ديالنا ديال سؤال ب. بالنسبه لا كيستيون سي، يعني كيفاش غادي نديرو؟ كنت عطيتكم ديك لا غومارك في الرابيل ديالنا اللي هي 1 كالوري ايغال 4,18 جول. دونك باش نديرو لا كونفيرسيون يعني غادي نحطو هاد 8,31 هي كاينه باش كاينه اون جول، ناخدو غير هادي ديال اون جول. بغينا نعرفو شحال فيها من كالوري. اوكي، اشنو غادي نديرو؟ غنديرو قاعده ثلاثيه، يعني غنشدو هاد الرقم نضربوه في واحد ونقسموه على 4,18. دونك نحاولو نديرو ليها التطبيق العددي. كتساوي 1,98 à peu près 2 صافي. دونك هنا خلينا جول، اوكي، حيت بغينا نحولو غير هاد الجول، هاد لونيتي تاع الجول، حيت هي اللي كتعني الانرجي. هاد الكالوري حتى هي راه سيت اون انرجي، دونك حنا كندويو غير على لا كونفيرسيون ديال الانرجي. بالنسبه لهادي بار مول كيلفين نقدروا نردوها. دونك هذا تولي عندنا يعني 8,21 جول بار مول كيلفين égal 1,98 كالوري بار مول كيلفين. هذا الجواب ديالنا الاخير. هذه هي ال R، لا كونستانت R. صافي الشباب، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا التمرين. كان عندكم شي اسئله فيه ولا شي حاجه يمكن لكم تقولوها ليا، راه نحاول نجاوبكم يعني في الكومونتير.
والى فيديو مقبل بحول الله. ما تنساوش يعني تشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وحاولوا تشتركوا في القناه ديالنا باش يوصلكم الجديد ديالنا بحول الله. يلا تحياتي لكم والى فيديو مقبل بحول الله.